وبيبدا الفيلم بكنوار اللي بيكون قاعد في قصره والدنيا معاها عالي العال، وهوب واحد من رجالته بيقول له يا ريس مأمورية الضرايب هيطبوا علينا بكره الصبح. تاني يوم الصبح بيجهز جيش من رجالته، هو بمجرد ما موظفين الضرايب بيقربوا ناحيه قصره رجالته بيضربوا عليهم باسلحتها بيرجعوهم تاني. وكنوار بيقول لدراعه اليمين بقول لك ايه، انقل كل الذهب والفلوس اللي معانا على اي مكان تاني. بيقول له تحت امرك يا ريس. وفعلا بياخد كل حاجه عن المكان الجديد، ولكن وهم في الطريق بيوقفهم مين؟ الوحش العنيف الذكي المفيد اماي. بينزلوا من العربيه بيقول له كنت متوقع انك هتعمل حاجه زي دي ولذلك جايب معايا رجاله يامنوا العربيه. بيقول له غلبان ما تعرفش ان انا الحكومه تعبان. بيلاقي عربيات مليانه شرطه من وراهم ومن قدامه، وفعلا بيصادروا الفلوس والذهب اللي معاهم. بيوصلوا بيهم المركزي، وابن الهرمه ده بيخرج له وبيقول له اماي باشي يا باشا بلاش تعقد الامور، حرام الفلوس والذهب ده كله يغور. بيقول له فدا الوطن امشوا عادل وهاتوا الفلوس دي بطريقه شرعيه وادفعوا ضرايبها، الحكومه هتزودها لكم، انما اللي يمشي شمال اخرته شمال يا خال. بيقول له طب معلش ما تمشي الدنيا دي وانا هديك 100,000. بيقول له انت عارف انا مشهور قوي باحترامي ومعروف اني ما بطلبش رشوه، بكتبها على ورقه علشان لما احلف اكون صادق. طلع له المبلغ اللي انا عايزه يا مهان. ما انت بتطلع له الورقه دي بيقراها، هو بيقول له 20 مليون. بيقول له اخد 20 مليون احسن ما فلوسك والذهب ده كله يطير. بيقول له خلاص اتفقنا. في الوقت ده الوزير ضاضا بيغسل رجلين امه كالعاده، بيخلص والست الطيبه بتبوسه على دماغه، بيخلص معاها وبياخد رجالته وبيروح على المؤسسه الخيريه اللي عاملها. بيخش جوه وهو بيسلم على الصغير قبل الكبير، معروف باحترامه وحبه للناس، اللي في جيبه مش ليه للغلابه والمساكين. بيفضل قاعد مع الناس اللي بتحبه وما بينقلوها على منطقه بهوش. بيخش المكتب وهو بيفضل يدور على اي ابن هرمه ماشي شمال معاه فلوس ومخبيها من الضرايب. بيخلص وبيخرج بره للموظفين، هو بيقول لهم هاتوا لي سجلات رجال الاعمال الكبار اللي طالعين ومحدش مدور وراها. اشوك بيقول له انت مستعجل عليا يا فندم، لسه اول يوم ليك معانا في المكتب، تعالى بس نقعد نشرب شاي. فيجل بتقول له اسكت. هو كده اول ما بيروح اي مكان جديد بيخش سخن عليه بالشغل. بص يا فندم انا شفت كل مداهماتك اللي انت عملتها، حتى شوف عامله لك كتاب فيه ال 74 مداهمه اللي انت عملتهم كلهم. بيقول لها ماشي يلا كل واحد فينا يروح على شغله، هو بيسيبه وبيخش مكتبه. ابن الهرمه اشك بيقول لها هو ده مثلك الاعلى، فرحانه بيه على ايه؟ دي اخر مداهمه طالع واخد منها 20 مليون رشوه، علشان كده اتنقل وجه في المكان هنا. هما بيسمعوا ولكن ما بيدقش وبيسيبه ويمشي. ثاني يوم بياخد مراته وبيروح على مؤسسه ضاضا، بيخش جوه وبيقول الظاهر كده ان المؤسسه دي بيجي لها تبرعات بالكوم، لان مؤسسه زي دي بالخدمات دي كلها اكيد في ناس كبيره قوي بتمولها. ضاضا بيقول له التبرعات بالنسبه لي زي الرشوه بالظبط بالنسبه لك يا اماي باشا. بيقول له امال بتمشيها ازاي؟ بيقول له بعد الفجر بقعد اصلي وادعي وربك بيكرم. هو صديقي بيقعد بعد الفجر اللي هو فجر مسلمين اصلا بيصلي لحته صنم وبيدعي لحد ما يعرفوش، عالم شربه مخشوش. المهم اماي بيقول له تشرفت بمعرفتك يا ضاضا. بيقول له انت اول ضابط ضرايب ما يقوليش يا وزير ضاضا، الظاهر كده انك عارف اللي ليك واللي عليك كويس، وبيني ما بينك انا ما بحبش الالقاب والفلوس والنفوذ، كله فاني، ما فيش حاجه فاضله الا العمل الصالح ورحمتك بالعباد اللي حواليك. تعال خدكم لفه في المكان. مرات اماي بتقول له انا هخش لوحدي ما تتعبش نفسك انت. بيقول لها ازاي؟ ده احنا زرنا الصنم النهارده. بياخدها ويمشي واماي بيفضل يلف لوحده لحد ما بيوصل محل الجزم ده، بيلمع جزمته وهو بيقول للراجل المحل ده بتاعك حلو قوي. بيقول له البركه في ضاضا ربنا ما يحرمنا منه، الراجل ده بيعمل خير كتير قوي. بيقول له عارف انه بيعمل خير كتير. بيقول له ده مش من بعد ما ربنا كرمه وبقى وزير، لا ده من زمان قوي، من ساعه ما كان معاه حته محل صغير كان كل اللي بيكسبه من المحل ياكل بيه الناس الغلابه، ولما المحل ده خف مكسب شويه باع المحل وبرضه اكل بيه الناس الغلابه لحد ما باع الحديده خالص، ما معهوش حاجه تانية يديها للناس الغلابه. الناس كلها عرفت وراحوا عند بيته والكل بصوت واحد لازم تترشح للانتخابات واحنا في ظهرها. طبعا ده نفذ طلب الناس وراح بيت رئيس الوزراء، ولكن رئيس الوزراء بيقول له نعم بقى انت يا جعر عايز تبقى وزير؟ ياضا انت ما معكش حق شبشب جاي بشبشب مقطع، اقلع بقى الشبشب المقطع ده وحطه على دماغك واطلع بيه من هنا برضه حطه على دماغك علشان اسامحك على دخلتك دي. بيرجع لاهل المنطقه اللي برضه بيعرفوا اللي حصل، وبرضه صديقي ما بيرضوش يسيبوه، بيفضلوا في ظهره. وفعلا يوم الانتخابات بيكسب اصوات ملهاش اول من اخر، بيكسب بجداره الانتخابات، ورئيس الوزراء بيروح له لحد بيته علشان يسنده هو كمان في الانتخابات لان الناس كلها حابه الخير ضاضا. المهم ضاضا بيقول له انا جيت لك لحد بيتك، خلتني اشيل الشبشب واحطه على دماغي وبنفس الشبشب كسبت الانتخابات، واديني لسه قاعد بنفس الشبشب، وانت جاي عايزني اسندك في الانتخابات بتاعتك. موافق بس تقوم تبوس الشبشب اللي انت هنته لما جالك البيت. بيقول له حاضر تحت امرك، وفعلا بيبوس الشبشب لولا ما بيخرج معاه وسط الناس بره. المهم تعدي الايام وضاضا بدا يشتغل على نفسه اكتر، مسك اكتر من منصب سياسي وبنى من وراه المؤسسه دي. اما بيخلص مع بتاع الجزم وبيروح لواحد تاني بيقول له ضاضا ده كان بيحب واحده حب جنون، ولكن البنت دي ماتت قبل ما يتجوزوا بشهر. بيسيبه ويروح على الارض الزراعيه اللي جنب المؤسسه، بيستغرب وبيقول للمزارع ده هو موسم القصب خلص صح؟ بيقول له خلص من شهرين. بيقول له طيب وليه القصب ده لسه موجود لحد دلوقتي؟ بيقول له الارض دي تبع فيجرام، هو بيحب يسيب قراط ولا اتنين كده طول السنه سايب فيهم قصب، قال يعني بيجيبوا له الحظ، مش عارف حظ ايه في انه يسيب شويه قصب واقفين، وانت مالك يا خاله؟ جايز الراجل
الراجل ماشي بمثل العود الاخضر ينفع في اليوم الاخضر عادي يعني. المهم امي ما بيرتاحش للحوارات دي، فبالليل بيرجع على البيت وبيتصل على كل موظفينه في نص الليل، بيجمعهم قدام مأمورية الضرايب، كلهم بيوصلوا هناك، واخيرا هو كمان بيحضر في المكان. بيقول للموظف ده وزع عليهم الجوابات دي، كل واحد فيهم بياخد جواب، بيقول لهم كل واحد معاه جواب يفتحه، كلهم بيفتحوا الجوابات، بيكونوا في منتهى الصدمه لان الجواب مكتوب فيه مداهمه على الوزير ضاضة. اشوك بيقول لفيجال مثلك الاعلى المره دي فكرته مش مجنونه، دي فكره هتودينا كلنا في ابو بلاش، لان ضاضة ده ماشي زي ما قال الكتاب، راجل ما فيهوش غلطه، مستحيل يعني دخله يكون شمال. اما بيكون سامع بيقول عم اشوك لو كنت فاكر اني اتنقلت هنا علشان خدت رشوه 20 مليون تبقى غلطان، احب اصحح لك ابن الهرمه ده لما قلت له هاخد 20 مليون وهسيبك، طبعا كل الفلوس اللي معاهم كانت محجوزه، هيجيب لي منين بقى 20 مليون؟ المهم الراجل قال له هجيب لك وخد عربيه وماشي. اما بيشك فيه وبيبعت وراه مهان، بيفضل ماشي وراه لحد ما الراجل بيوصل المكان ده، وفعلا بيلاقي فلوس جاهزه بيحملها في العربيه وبيمشي. بيروح يقابل اماي وبيديله الفلوس، اماي بيدي الفلوس لمهان وطبعا بياخد الفلوس وبيرجعها على مصلحه الضرايب، واماي بيروح لابن الهرمه اللي ادى صاحبنا ده الفلوس وبياخده معاه على المكتب، بيقول له خلاص انا هقول لك انا ماليش دعوه الفلوس دي تخصني خالص، الفلوس دي جايه من بهوج وبالتحديد جايه من الوزير ضاضة لانه هو صاحب الملك كنوار، بس نصيحه مني ليك الوزير ضاضة غير اي حد اتعاملت معاه قبل كده مش هتعرف تثبت ان الفلوس دي هو صاحبها. اما بيروح لرئيسه بيقول له انا عايز اتنقل لمنطقه بهوج يا فندم، بيقول له لا بهوج ولا فروج، اقعد على حيلك بقى. بيقول له هو انا يا فندم رايح العب في واحد ابن هرمه هناك مكتب الضرايب مش عارف يعمل معاها اي حاجه، بيقول له مين ده ان شاء الله؟ بيقول له لما اروح واتاكد ابقى اعرفك، بيقول له مفيش نقل وبعدين انقلك ليه؟ لازم تكون عامل حاجه علشان انقلك، بيقول له يا باشا ودي تفوتني انا طبعا عامل مصيبه، بيقول له عملت ايه؟ بيقول له خدت رشوه، بيقول له مين الشاهد؟ بيقول له مهان، ما انت بيقول له بالظبط يا فندم انا قابض عليه وهو بياخد ال 20 مليون دول رشوه، بيقول له امان انت مش هتجيبها البر ولا ايه يا ابني؟ ناوي على مين هناك في بهوج؟ بيقول له الوزير ضاضة، بيقول له مستحيل، بيقول له مفيش مستحيل يا فندم، بيقول له طيب هديك مهله 3 شهور، بيقول له شهر واحد كفايه يا فندم، وفعلا بيبدا شغل من نار على القضيه، هو مهانتي بيروح على السجل التجاري بيفضل يدور وبيتصل بيه، بيقول له في 50 شركه اتفتحوا وهميين في شهرين كلهم شغالين غسيل اموال اغلبهم باسم رام شوتي. اما بيوصل لرام ده بيقول له انت رام شوتي؟ بيقول له يا فندم امرني، بيقول له في شركات متسجله في اسمك في مومباي، بيقول له شركات مين يا باشا؟ ده انا ما احتكمش على سجاره بمناسبه السجاير ما تولع لي. بيسيبه ويمشي وعلى بالليل بيروح المؤسسه بيبص على التمثال ده وبيقطع حته منه بالمنشار بياخدها في منديل وبيخش جوه بيلاقي اوضه مليانه ملفات وفواتير ملاش اول من اخر، بيرجع تاني على البيت وبيتصل برئيسه بيقول له قفشته يا فندم، بيقول له مسكت اي دليل؟ بيقول له دلايل عنده ملفات والتمثال اللي في قلب المؤسسه ده احتمال كبير قوي يكون دهب، لو نزلت عليه رسمي هجمع حاجات مخبيها ملاش اول من اخر. بيقول له هبل ايه اللي انت بتقوله ده يا ماي؟ في حد يعمل تمثال دهب ويسيبه من غير حتى ولا حارس عليه؟ وبعدين ملفات وعقود ايه اللي سيبها الراجل في اوضه زي دي؟ يوم ما يكون معاه اوراق مهمه زي دي هيسيبها في المؤسسه؟ سيب الراجل في حاله يا ماي انا متاكد انه ماشي سليم. بيقول له لا يا فندم انت خايف تديني اذى. بيقول له يا سيدي اعتبرني خايف وبيقفل في وشه. تاني يوم بيعمل حفله لمراته بيسيبها والبنت دي بتخبط فيه بتقول له انت مز قوي تيجي معايا البيت؟ بيقول لها بعيد يا ست انت وبيسيبها وبيروح لمين؟ لصاحبه اللي اداله حته الذهب اللي خدها من التمثال. بيقول له خد يا ريس الحته دي ذهب خام 100%. تاني يوم بيروح على الارض اللي فيها القصب بيخش جوه وبيفضل يدوس برجليه بيشك ان في حاجه تحت الارض، بيحفر بيلاقي شنط فلوس وذهب، بيروح لرئيسه وبيديله الاوراق دي بيقول له ايه ده كمان؟ بيقول له ده مش اثبات واحد يا فندم دي اثباتات ملاش اول من اخر، اديني بقى تصريح بالمداهمه عليه. وفعلا بيديله التصريح وعلى بالليل بيتصل برجالته بيخلص لهم الحكايه وكل اللي حصل معاه. بيقول له فهمت يا شوك مش كل اللي تشوفه قدامك حقيقه، مش عايزين ابن الهرمه ده يفلت منا. يلا يا رجاله بيركبوا عربياتهم وفعلا بيوصلوا على قصر ضاضة بيلاقوه بيغسل في رجل امه كالعاده. اما بيقول له شوك خش عليه، بيقول له يا وزير، بيقول له استنى عندك دي طقوس يوميه ما ينفعش حد يوقفها. بيخلص وبينزل لاماي بيقول له معايا امر من رئيس مصلحه الضرايب بتفتيش بيتك والمكتب والمؤسسه. بيقول له يا سلام ده احنا عنينا للدوله. عناية يا باشا. فاكره اما ده الظابط اماي هي اللي ضرب سقف تووجي فلانكو نزل من السقف دهب؟ امه بتقول له طبعا فاكراه ده انا بحبك قوي يا ابني وبحب اسمع القصه دي اول ما بتيجي على التلفزيون. ده بيقول لها هو جه النهارده يفتش بيتنا يا اما. بتقول له تفتش بيتنا؟ ده لو ضربت السقف يا ابني هينزل زلط، ابني ما بيعملش اي حاجه غلط. ده بيقول له امي بتحبك قوي بس برضه مش هتطلعك من هنا علشان شغلك، شوف شغلك يا باشا. اما بيخش برجالته ويكفيك شر دخلتهم يا صديقي في اي حاجه دايسين. وابن الهرمه دراع ده اليمين بيقول لاماي بقول لك ايه اللي انت بتعمله ده هتندم عليه، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر ويام المطهر رش الملح 7 مرات. بيقول له بس يا وخف عياط. بيقول له شعبنا مش هيعدي اللي حاصل ده على خير. بيقول له هنشوف يا ابن مناخير وبيسيبه وبيكمل تدوير. فريق تاني من رجاله اماي بيروحوا على الارض اللي كان فيها القصب وفريق شغال طحن في البيت. ده بيجيب الفلوس والذهب دول وهو بيقول له هو ده كل اللي حالتنا يا اماي باشا علشان ما تتعبش نفسك وتبهدل في البيت اكتر. بيقول لها شاك اوزانهم وان كان الوزن فيه شك احجز الكل. بيكمل تفتيش هو ورجالته وام ضاضة بيقول ده عين وصابتنا بقى ابني على اخر الزمن يتشك فيه، ده انا ابني بيكمل مني لحد دلوقتي علشان يجيب طبق البيض. بذمتك يا باشا الملاك ده يشتغل
اشتغل شمال، ده انا ابن اللي في ايده مش ليه. وفعلا يا صديقي رجاله امايا ما بيسيبوش حته ما بيفتشوش فيها، ما بيخلوش ركن ما بيدوروش فيه، ما بيسيبوش مرتبه الا لما بيشقوها وبيدوروا فيها، حتى الزرعه بيفضلوا يحفروا لحد ما بينزلوا حوالي متر ما بيلاقوش اي حاجه، واماي بيقف بره وكل 5 ثواني واحد من الرجاله بيقول له ما لقيناش حاجه يا فندم، لحد ما رجالته كلهم بيخلصوا تفتيش وما بيلاقوش اي حاجه. وهوب فيجل بتقول له الناس بره بالكوم خاربين الدنيا علينا يا فندم. ده بيقول له مش قلت لك يا باشا لو فاكر ان معايا فلوس ولا ذهب، انا فعلا معايا، انا الذهب يا باشا، لو عايز تاخدني معاك خدني. اماي بيقول لرجالته يلا بينا على المؤسسه، بيقول له بلاش يا باشا تروح لوحدك، لازم اروح معاه لانك لو خطيت بره القصر خطوه الناس اللي بتحبني هتاكلك، وانا كنت فاكرك فاكره، صدقني لو طلعت من هنا مش هتسلك. اماي بيخليه هو يخرجه، وفعلا بيوصلوا عند المؤسسه، هو بالتحديد عند التمثال، بيجيب خبير ذهب، هو بيقول له افحص لي عينه من التمثال ده، بيفحص، هو بيقول له ده نحاس يا باشا، بيقول له ازاي الكلام ده، بيخرج حته الذهب اللي خدها من التمثال، هو بيقول له طيب افحص لي الحته دي، بيفحص الحته، بيقول له دي ذهب خام يا باشا، بيقول له ما الحته دي انا واخدها من هنا من نفس التمثال، بيروح على الاوضه اللي شاف فيها الملفات، بيقول له افتح الاوضه دي، بيقول له بلاش يا باشا خلي فيه خصوصيه شويه، بيقول له معايا لا فيه خصوصيه ولا ملوخيه، افتح الباب، بيفتح له الباب، بيلاقي الاوضه عباره عن مكتبه مليانه كتب ما فيهاش اي حاجه، وحاطط صنم قدام المكتبه لابوه، بيقول له الصنم ده ابويا يا باشا، لو حبيت تيجي تزوره من وقت للتاني تعالى. هماي بيسمع نوش بره، بيخرج بيلاقي الناس هتموت وتخش له، بيبص على التمثال، هو بيقول له وديت التمثال الذهب فين يا دادا، بيقول له انا كنت على يقين وقناعه ان ما فيش اذكى مني في العالم، التمثال ده بقى له 5 سنين سايبه قدام الكل، محدش خد باله انه دهب، ومستحيل حد يجي في باله انه دهب، ولكن انت جه في بالك وعرفت انه دهب، عجبتنا يا باشا، انا نفسي اعرف عرفته ازاي، بيقول له بشم ريحه الخايبين والبايظين اللي زيك يا بايظ، بيقول له مش بالظبط انا ذكي حبتين مش اكتر، اصل انا حسبتها بالعقل، ايه اللي يخلي ضابط ضرايب محترم يقبل رشوه 20 مليون، ما تستغربش انا من البدايه حطيت عيني عليه. وفعلا يا صديقي يوم ما كان وار اتصل بيه وقال له اماي عايز 20 مليون علشان يسيب الحاجه اللي حجز عليها، ده قال له انت متاكد؟ اماي مستحيل ياخد رشوه، كان خد من اللي قبلك يا حمار، ده عامل 73 مداهمه اقل واحده فيهم ب 100 مليار، ما علينا هبعت لك ال 20 ادهم له. وفعلا بيبعت له ال 20 واماي بيبدا يدور ورا دادا، ولكن كان في 2 من رجاله دادا مراقبين كل تحركاته، اما البنت اللي وقفته في حفله مراته دي هو دادا اللي كان وزيزها ومصوره وهي ماسكه ايديه، حتى لما راح الارض وحفر ولقى الصندوق يا دوب مشي من هنا، دادا بعت رجالته شالوا القصب ونقلوا الصناديق على مكان تاني، ومن بعدها نقل التمثال، والمكتبه برضه اتغيرت وخفى كل حاجه في مكان محدش يعرفه الا هو وبس. بيقول له بس يا ماي ده اللي حصل، وانت بقى جايني وكلك عشان تكوش وتلم كل حاجه، ده انت حتى ما وصلتش لشبشبي يا راجل، ما تستهونش بشبشبي، لولا الشبشب ده ما كانش زمانك واقف قدامي ولا انا واقف معاه. المهم انت جيت تدور على الفلوس اللي في بيتي والذهب اللي في ارضي والاوراق اللي في المؤسسه، بس نسيت حاجه 5 مش واخد بالك منها خالص، زي الفلوس والذهب ما كانوا قدام عينيك، بس دي بالذات انت مش هتشوفها. بيقول له يبقى ما تعرفش مين اللي قدامك، يعني الله هدمرك واحده واحده غصب عنك وقدام عينيك. هماي بيرجع على مكتبه بيلاقي ورقه ايقاف من الضرايب، بياخد بعضه ويمشي، وكل الموظفين بيكونوا في منتهى الحزن عليه. اشوك بيقول لي فيجال مثلك الاعلى خلاص انتهى قلبي، غلبانين ما يعرفوش انه وحش مهين واللي في دماغه هينفذه حتى لو ما هينام الليل. تاني يوم اماي بيفضل يفكر، هو بيقول المؤسسه والشركات والذهب والفلوس ايه هي الحاجه ال5 اللي مخبيها، بيرمي السيجاره على الارض وبيدوس عليها، بيقول الحاجه ال5 هي الارض، زي ما خدتش بالي منها. بيروح يقابل واحد صاحبه من الداخليه، هو بيقول له البنت اللي كان بيحبها ده مات ازاي، بيقول له انتحرت، كان شغاله في السكه الحديد وماتت، بيقول له انتحرت بعد ما خلصت امتحان ونجحت واشتغلت في السكه الحديد، ايه اللي خليها تنتحر يعني، بيقول له معرفش، ده اللي القضيه خلصت عليه، في حد من رجالتي كان ماسك القضيه لان انا كنت اجازه، بس اما رجعت اللي اتقال كانت البنت سايبه جواب قبل ما تموت كاتبه فيه انها تعملها بسبب دادا، ولكن الرساله اختفت من ملف القضيه والقضيه اتقفلت انتحار. بيرجع البيت وبيتصل بالشخص ده، بيقول انا من الصبح بكلمك وانت بتقفل في وشي، لو قفلت في وشي تاني هروح لبنتك واقول لها انك راجل خاين، انجز هتساعدني ولا لا. بيقفل معاه، وفعلا تاني يوم الشخص ده بيروح يقابله وبيديله الملف ده، بياخد الملف وبيروح بيه على مصلحه الضرايب. ما انت بيقول له على حسب المعلومات دي والمعلومات اللي انا جمعتها كده في 80 فدان اشتراهم دادا وكاتبهم باسم نيها، الاراضي دي عليها فندق وقريه سياحيه ومنتجعات وحاجات كلها تخص السياحه، وفي 10 شركات هناك كلهم مبنيين على الارض دي، وعلى ما اعتقد كاتب الحاجات دي باسم الرجاله اللي بيثق فيهم. هماي بيروح لرئيسه وبيقول له على كل المعلومات اللي جمعها، بيقول له ليه ما جمعتش الادله دي من الاول، بص يا اماي انت كانت مهمتك تجيب الفلوس اللي مخبيها دادا وما عرفتش تجمع اي حاجه، خلاص الموضوع اتقفل اصلا. بيقول له ما هو واخد اراضي مش مسجله وده شغلنا يا فندم، ابوس ايديك يا فندم خلينا اكمل حرب معاه. بيقول له لا ده وقته ولا ده شغلك اصلا دلوقتي يا اماي، بس طالما ابن الهرمه ده بيشغل دماغه لازم اجيب حد بدالك يشتغل بنفس دماغك. بيقول له لا يا فندم انا هقول لك تجيب مين. تاني يوم بياخد بعضه وبيروح على المحامي ده وبيديله الفلوس والملف دول، بيطلع الملف وبيقول له قضيه مصلحه عامه، ايوه يعني هتكسب ايه لما ترفع قضيه على دادا بالاحتيال في الاراضي، قصدي يعني انك ضابط ضرايب سابق،
المفروض لا تشارك معلوماتك لا مع دكاتره ولا محامين. بيقول له على حسب كلامك انا مش ظابط دلوقتي، نفذ خلينا اوصل للي انا عايزه. بيقول له ماشي. بيقول له ده هيحاول يغيرها، هتتغير ولا معايا؟ بيقول له عيب عليه، انا معاك يعني ما فيهاش لعب. بيقول له خلصانه. بيسيبه ويمشي، وفعلا بيرفع القضيه. في الوقت ده بكايا بيروح لدادا، هو بيقول له ازاي يعني تترفع عليك دعوه زي دي وتسكت؟ المشكله اللي رافعها محامي ابن هرمه ما بيحلش، مهمته يبوظ صوره اي رجل اعمال نظيف نزيه زي حضرتك. وهوب اما بيتصل بيه بيقول له ايه رايك في القضيه دي يا عسى؟ فيها عقوبه هتدوخك حبتين 3 10، هتفتح عليك القديم والجديد. بيقول له ورايا شعب بيعبدني. ايوه يا صديقي هناك بيعبدوا اي حاجه واي حد. المهم بيقول له مستحيل واحد محبوب الحب ده كله من شعبه هيتنفذ فيها اي احكام. بيقول له انا قبل كده اديتك نصيحه ودلوقتي هديك التانيه، بلاش تستخدم اسم نهى رسول تاني. بينصدم، هو بيقول له بلاش كلام بقى الغاز. بيقول له لا الغاز ولا بوتاجاز، مش نهى رسول البنت اللي كنت بتحبها وانتحرت بسبب اعمالك فيها؟ انا سجلت اسماء رجالتك كلهم اللي كاتب الاراضي على اساميهم، الفندق والقريه بتاعتك، وما نسيتش برضو البنات اللي بتعمل معاهم الجلاليش عافيه، كتبت اساميهم كلهم. بيقول له ولا هتعرف تثبت حاجه عليا. بيقول له هعرف وكله قدام عينيه، استعد لدمارك يا اسطى برنس. وبيقفل في وشه. بيقول لرجالته مين المحامي ابن الهرمه ده؟ تاني يوم في مصلحه الضرايب بيجيبوا ظابط جديد بدل اماي، بيخش على الموظفين هو بيقول لهم صباح الفرن يا جدعان، خلينا نخش في الموضوع على طول. بصوا انا طريقه شغلي مختلفه حبتين عن طريقه شغل اماي، مش هعمل حاجه الا لما اخد اذنكم الاول، مش هاكل لقمه الا وياكم، اي لقمه هقسمها معاكم، اهم حاجه نكون سر وغطى على بعض، وطبعا اول لقمه هناكلها سوا هتكون لقمه من ضاضه. وفعلا انا بالليل بروح لضاضه، هو بيقول له ازيك يا سيد الناس، انا عارف ان زميلي اللي قبل اللي اسمه اماي ضايقك حبتين ولكن خد عقابه، بس انا مش هضايقك خالص، بالعكس انا في صفك واي حاجه هقف جنبك، بس اهم حاجه عشيني تلاقيني. بيقول له بس كده بسيطه. تاني يوم الصبح بكايا بيروح للمحامي، هو بيقول له احلى صباح على عينيك يا جميل، جايب لك ازازه مشبره هتدلعك. بيخش معاه المكتب بتاعه، ايوه ده مكتب يا صديقي. بيقول له طبعا انت عارف وانا عارف انك رفعت دعوه على ضاضه علشان تعمل لك حبه شوشره وتطلع لك بمصلحه، صح؟ سكه ودغري هتاخد كام وتسيب القضيه دي. بيقول له انا مش قصدي حاجه طبعا، بس هقول لك على اللي يرضيني. في الوقت ده اماي بيروح على الارض اللي كان فيها الصناديق والقصب، بيفضل يبص على الارض وهي متنشفه، وهو بيروح يتصل بفيشال بيقول لها عايز منك خدمه. بتقول له تحت امرك يا فندم. في الوقت ده بكايا بيرجع لضاضه وهو بيقول له المحامي عايز 20 مليون علشان يسيبك في حاله. تشوتي بيقول له 20 مليون ينفخوه. ضاضه بيقول له اسكت يا تشوتي، محامي زي ده ممكن يكون سلاح ضدنا غير اماي اللي مرفوع علينا اصلا، قبل الجلسه اديله اللي هو عايزه علشان يسيبنا في حالنا. في الوقت ده فيشال بتخلص اللي طلبوا منها اماي وبتروح تقابله، بتقول له شكك كان في محله يا فندم، رحت القريه اللي فيها زرعه القصب وسالت كده ست على الله لابسه طرحه وسايبه وسطها، هي دي متطلبات الصنم اللي بيعبدوها صديقي. المهم الست بتقول لها من يومين نقلوا الحاجه والقصب اللي هنا كله بالعربيات، بس كانت عربيات كارو، والعربيات دي طبعا يا فندم ثابت علامات اللي انت شفتها في الارض، لان الارض كانت مسقيه واثر عجل العربيات دي واصل لحد بيت معين واختفى، ما تقلقش محدش هيعرف اي حاجه من المعلومات دي. بيقول لها بالعكس انا عايزك تعرفيه المعلومات دي كلها بالحرف الواحد. بتقول له لمين بالظبط؟ للظابط لا انا صديقي. بتدي له كل المعلومات. بيقول لها بجد؟ طيب والحاجه دي بتاعت مين؟ بتقول له ما اعرفش، بس اللي متاكده منه انه صاحب البيت ده معاه ذهب وفلوس ملاش اول من اخر، وبعدين الراجل غلبان مفيش حد هيسنده، يعني محدش هيرازينا في اي حاجه، اهم حاجه الحاجه اللي هتطلع دي بالنص. بيقول لها نعم. بتقول له انت بتقول ما ينفعش تاكل لوحدك. بيقول لها تمام ماشي. وفعلا تاني يوم بياخد الفريق وبيروح على البيت اللي فيه الحاجه. صاحب البيت بيقول له انت مين وعايز ايه بالظبط؟ بيقول له ظابط مأمورية الضرايب معايا امر بتفتيش بيتك. وفعلا بيخش جوه، الراجل بيقول له استنى بس يا فندم. بيقول له وسع يا عم خلينا اشرب من الثلاجه. بيقول له مش هينفع. بيقول له ليه الميه سخنه؟ وسع على. بيفتح الثلاجه بيلاقيها مليانه فلوس يا صديقي. بيقول له كده كملوا تفتيش يا رجاله، الباشا باين عليه معبي ومخبي. بيخرجوا على الزريبه بتاعته بيشيلوا العفش اللي فيها بيلاقوا الصناديق كلها قدامهم. اشوك بيقول لي لا طبعا الحاجه دي هيطلع لنا مصلحه منها مش كده ولا ايه؟ بيخرجوا فلوس والذهب ب 200 مليون وبيلموا كل حاجه في العربيات، وقام واقف من بعيد يتفرج. بيروح يتصل بضاضه وبيقول له يا مسهل الحال اول 200 مليون. بيقول له انت احقر مخلوق شفته في حياتي. بيقول له مش هاخد على كلامك عارفك محروق. بيقول له ناري دي هتحرقك معايا. بيقفل في وشه وبيقول لرجالته هاتوا له الظابط ابن الهرمه اللي عمل كده ده. بيجيبوا له لالان بيرقدوا تحت رجليه وبيقول له ربنا يا باشا ما كنت اعرف ان الحاجه دي تخصك، انا جاني بلاغ من شخص غريب على اساس ان البيت ده ولا ليك صله بيه، صدقني ما كنت اعرف ان الحاجه دي بتاعتك خالص. بيقول له اوه اي مهمه تاني قبل ما تروح هتتصل بيا وتعرفني انت رايح فين وجاي منين مفهوم؟ بيقول له امرك يا ريس وما تخافش على حاجتك هطلعها لك براءه، بس انت عارف الاجراءات بتاخد وقت. في الوقت ده المحامي بيتصل ببايكا هو بيقول له ايه يا عمنا انا كده هرجع اغير والاقي لحد تاني، فين الفلوس؟ قدامك 5 ايام لو ما جبتش ال 20 مليون همشي في القضيه وهحبس لك حبيبك ضاضه. بيقفل معاه وبيروح لضاضه بيقول له المحامي بيهددني وعايز ال 20 مليون بتوعه. بيقول له تشيتو روح على المخبأ التاني طلع له ال 20 مليون من هناك. وفعلا بيروح على المخبأ التاني وبيبداوا يطلعوا فلوس من خزان الميه، وهاب موظفين الضرايب بيطبوا عليهم.
بياخدوا كل حاجه، وامي بيتصل بضاضه بيقول له يا ابني مش هرحمك، احسن لك روح الجلسه وخد محامي محترم ودافع عن نفسك باحترامك لانك مش هتعرف تدي فلوس للمحامي. بيغضب، هو بيكسر التليفون وبيقفل في وشه، بيقول ابن الهرمه ده بيعرف ازاي كل تحركاتي، اكيد في حد خاين معايا. وفعلا يا صديقي اللي بيكون معاه هو خاينه مين؟ هو بايكا يا صديقي. بايكا ده الشخص اللي كلمه في تليفون وقال له هقول لبنتك يا بايكا. المهم ده ابن الهرمه بيكون عارفه وبيخلي رجالته يجيبوه وبياخدوا على المخزن، بيكسر عظمه وبيتصل بأماي، اهو بيقول له اول ضربه واخر ضربه لان اللي كان بيوصل لك كل تحركاتي اهو قدامي مكسر عظمه. بيقول له عملت ايه في باكيا؟ بيقول له عيب عليك في الحفظ والصوت، اخلص بس موضوع القضيه اللي ورايا ده وبعدين هخلص عليه. وفعلا ابن الهرمه بيجيب فلوس من المخابئ بتوعه، هو بيقول للمحامي انت كنت عايز 20 مليون صح؟ ادي يا عم 50 مليون، اهم حاجه بكره في الجلسه تظبط لي الدنيا. بيقول له خلصانه يا معلم ولاقي ليه. تاني يوم بيقف في المحاكمه والمحامي بيقول للقاضي سيد القاضي، وده قاعد حاطط في بطنه بطيخه سيفي. المحامي بيقول التهمه الموجهه لموكلي منتهيه يا فندم، اصلا انا جايب الدليل القاطع في التسجيل اللي قدام حضرتك ده. التسجيل بيشتغل، بيكون التسجيل ده لمين؟ لضاضا، وهو بيقول للمحامي انت كنت عايز 20 مليون، ادي يا سيدي 50 مليون. ضاضا بينصدم وامي بيحضر في المكان بيصدمه اكتر، والمحامي بيقول ودي الفلوس كلها اللي ادهاني ضاضا يا فندم، اداني الفلوس دي علشان اتستر عليه قدام حضرتك. اي نعم الاراضي والفنادق مش باسمه، ولكن هو اللي دافع فلوس الاراضي دي، واللي الاراضي اتسجلت باساميهم شغالين معاه، وكل اللي يثبت كلامي في الملف قدام حضرتك، ولحد ما اتاكد من الاثباتات دي يا ريت توقف ضاضا من نشاطه السياحي. ضاضا ما بيكونش قادر يدافع عن نفسه، والقاضي بيقول وهو كذلك، وقوف ضاضا من شغله في الوزاره لحد ما فريق مختص يحقق في الموضوع. ضاضا بيخرج بره وامي بيقول له زي ما قلت لك كل حاجه هتحصل قدام عينيك، واديك متكتف مش عارف تعمل اي حاجه، وبيسيبه ويمشي. رئيس امي بياخده للمسؤولين وهو بيقول لهم امي كان عنده حق، احنا جمعنا مبالغ ضخمه كانت تخص ضاضا، والتفاصيل دي كلها موجوده في الملفات اللي قدامكم، ده غير الفنادق والاراضي اللي اشتراها كلها شغاله غسيل اموال، غير ده كله امي متاكد انه معاه اكتر من كده، ومفيش ضابط هيعرف يجيب الحاجه دي الا هو امي، فلازم يرجع تاني للشغل. اللجنه كلها بتوافق وفعلا امي بيرجع للشغل تاني. تاني يوم بيروح على المكتب، فيجل بتقول له الحمد لله على السلامه يا فندم، عايز اقول لك على حاجه، لالام باشا كان يحمي ضاضا ودايما كان في صفه وعلى طول كان بيروح يقعد معاه. بيضحك ولالام بيخش تحت باطه بيقول لهم انا اللي قلت له يعمل كده. وفعلا يا صديقي هم رئيسه قال له عايزين ضابط زيك بالظبط، قال له لا انا هقول لك تجيب مين يا فندم، هتجيب الضابط لالان سينج. لالام فضل يلعب ويمثل على ضاضا على اساس انه جعان وعايز ياكل من وراه، لحد ما في يوم قال له الاداره خاربين عليك الدنيا، لو في اي حاجه تقيله معاك خبيها في مكان امان. ضاضا بيسمع كلامه وبيلم كل اللي وراه واللي قدامه وبينقله على الفندق اللي اشتراه جديد. لالام بيعرف مكان الحاجه وامي بيقول لهم هو ده كل اللي حصل، يلا خلينا نضرب ضربتنا الاخيره في ابن الهرمه ده. وفعلا يا صديقي بيلموا بعضهم وبيروحوا كلهم على الفندق، بيخشوا جوه ما بيسيبوش حته ما بيدوروش فيها. لالام بيقف قدام الاوضه دي وبيقول للموظف فيها ايه الاوضه دي، بيقول له دي اوضه مراتب يا فندم. بيخشوا جوه وبمجرد ما بيشق اول مرتبه بيلاقيها مليانه فلوس، بيخرجوا كل الفلوس اللي في المراتب وبيخشوا على الحمامات. خبير الذهب بيلاقي الحنفيات كلها ذهب، بيقلعوها وبينزلوها تحت، وامي بيفضل يدور لحد ما بيخبط في الحيطه دي، بيبدا يشك فيها، بيخبط عليها تاني بيلاقي فيها حاجه غلط، بيخبط على الحيطه اللي جنبها بيلاقيها ناشفه ما فيهاش اي حاجه. بيقول للمدير فيها ايه الاوضه دي يا مدير، بيقول له دي مغسله يا فندم. بيقول له في مغسله ملهاش باب، يلا يا رجاله حد يفتح. فيجل بتقول لهم سيبوا لي انا الطلعه دي، بتروح جري عليها وهي خبطه واحده بتفتحها صديقي، بتكون في منتهى الصدمه لان اللي في الاوضه بيكون ذهب وفلوس وتماثيل والماظ والغاز وبوتاجاز، ربنا يكرمنا حتى بشعله واحده صديقي. ده بيكون في الطريق ليهم وواحد من رجالته بيتصل بيه، لو تلاحظ ده تليفون ارضي في العربيه يا صديقي، وواحد يقول لي كدابين يا ميخا، لا صديقي المخرج كان بيلف وراه بالسل. المهم ام ضاضا بتعرف وهو بيكون في نفس الصدمه. ضاضا بيروح لاماي وبيقول له ارتاح شعبي كله بره، وريني ازاي هتعدي منهم بالحاجه دي. بيقول له هعدي يا ما دقت على الراس طبول. وفعلا يا صديقي بره الناس اللي بتحبه بيكونوا خاربين الدنيا، مدمرين كل عربيات الضرايب وواقفين قدام الفندق بيقولوا مش هنخرج اي حد. اما يسكت يا صديقي لا والله بيخرج رزمتين فلوس وبيفضل يطير في الشباك من الناحيه الثانيه، الكل بيروح جري على الفلوس، وطالما حضرت الماده النفسيه على التخلي مستعده، بيفضلوا يلموا في الفلوس الناحيه الثانيه، ورجاله امي بيحطوا الحاجه في العربيات بياخدوها ويمشوا. ولالام بيروح لصاحبنا ده بيقول له انت عارف طريق التمثال؟ قول لي فين. الست دي بتقول له قصدك على الكف؟ انا عارفاها فين. بيقول لها اديكي 5 روبيا قولي لي فين. بتقول له في الميه. وفعلا الغواصين بينزلوا وبيربطوا التمثال في الحبل ده، بيخرجوا التمثال وضاضا بيكون في منتهى الصدمه، بيكون ناوي يقلبها حرب، ولكن امه بتحضر في المكان بتقول له ليه يا ابني، ليه يا ابني طلعت شمال، قلبي وصنمي غضبانين عليك يا ابني. تقول لها لا ياما ياما. بيرقد على الارض والناس اللي جايه تدافع عنه وفي صفه بيكون خلاص هيقتلوه، مش علشان اترمى لهم فلوس يا صديقي، علشان خاين ليهم. المهم امي بيقول لهم سيبوه، هو ما غلطش فيكم، هو غلط في بلده وحكومه بلده، يبقى الحكومه هي اللي هتعاقبه. الشرطه بتاخده وامي بيروح لابو البنت اللي انتحرت
بسبب ضاضة. بيقول له حق بنتك رجع يا عمي، ادعي لها بالرحمه. يقول له ربنا ما يحرمنا منك يا ابني. بيسيبه ويمشي وبيرجع تاني على شغله بعد ما خلص المداهمه 75.